السلام عليكم متتبعي قناه هوات صباح، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وان هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. بالنسبه للكيك اللي غادي نصايب معكم اليوم غادي يكون بالمندرين. بما ان هذا هو موسم المندرين غادي نستغلوا هذه الفرصه وغنستعملوا المندرين. لما لا، من الفوائد ديالو المتميزه، من فيتامين سي، من بزاف ديال الفوائد اللي فيه، غادي نستخدموه اليوم مع واحد المكون اخر هو خيزو. بالنسبه للوصفه غادي نبداو ان شاء الله في تقديم المكونات. غادي نحتاجو هنا جوج مندرين طحنتهم مزيان مع جوج حبات ديال الخيزو، ميكسيتهم مزيان. غنوريكم القوام ديالهم كيفاش كيجي. هذا هو القوام ديالهم كما كتشوفوا، ميكسيتهم مزيان وما صفيتهمش لانني محتاجه دوك الفوائد كلهم اللي كاينين في المندرين وفي خيزو. عندي هنا كما قلت لكم جوج حبات ديال الخيزو، جوج حبات ديال المندرين متوسطين صغار، عندي كاس ديال الحليب، كاس ديال سنيده، كاس لاروب ديال الزيت. بالنسبه للطحين عندي هنا جوج كيسان ديال الطحين بنفس العبار، وعندي هنا كاس لاروب زيت. الا شفت القوام ديال الكيك مازال خفيف بزاف. غنحتاج 3 د الخمارات حمرين، عندي هنا جوج بيضات. بالنسبه للتزيين غادي نحتاجو غنحتاجو عندي هنا كونفليكس، عندي الشوفان، الزبيب وشكلاط حبيبات، وكذلك الموز المجفف كما كتشوفوا. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، كاين اللي كيستعمل غير الشوفان او الزبيب او الشكلاط، لكم الاختيار في التزيين. على بركه الله غادي نطرب الان البيض والسكر. خلطت البيض والسكر، ما طربتهمش بزاف يعني غير ضاف الحجم ديالهم شويه. دابا غادي نضيف هاد الجزر والمندرين. استغلوا الفرصه بان الوقت ديال المندرين يعني في الوقت ديالو، استغلوا الفرصه وضيفوه في لي كيك ديالكم. غادي نضيف الزيت كما قلت لكم، كاس لاروب ديال الزيت، كاس ديال الحليب. بالنسبه لهذا الحليب منكه بالكركاع، يعني نتوما تقدروا تستعملوا اي حليب عادي، واللي ما عندوش الحليب يستعمل غير ياغورت طبيعي. الياغورت الطبيعي علاش؟ باش نستافدوا من النكهه ديال الليمون بوحدو. غادي نميكسي بعد ما خلطت دوك المكونات كاملين. دابا غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق ديجا مغربل، ولكن غنعاود نغربلو ونضيفوه شويه بشويه. يعني عندي هنا كما قلت لكم جوج كيسان ديال الدقيق. واحد الرائحه ما نقولش لكم في داك المندرين. كما قلت لكم انا راه طحنته بالقشور ديالو باش نستافد من جميع الفوائد اللي فيه. غنضيفو مازال دقيق، هادو غنضيفوهم في التالي. ضروري ان الدقيق يكون مغربل. وكنعاود نقول لكم بان بالنسبه للدقيق على حسب نوعيه الدقيق، بالنسبه لاي عبار على حسب النوعيه ديال الدقيق. غادي نضيف شي بقى عندي هنا، ضفت هنا جوج ديال الكيسان. انا بغيت ناخذ معكم العبار مضبوط، يعني كلشي كنديرو قدامكم بالنسبه للعبار. مازال خاصني نزيدها. غادي نضيف الان الخمارات،
وغادي نضيف هاد كاس لاروب ديال الدقيق اللي بقى عندي. كما كتشوفوا 3 د الكيسان، 2 كيسان عامرين وكاس لاروب ديال الدقيق. الان غادي نحصل على داك القوام اللي بغيت. عندي 2 كيسان عامرين وكاس في التالي كاس لاروب، يعني الكاس الثالث. وهذا هو القوام اللي بغيت نحصل عليه. غنجيب المول اللي انا دهناه من قبل بالزبده ورشيته بالدقيق. بالنسبه لبزاف الاغلبيه ديال الكيكات، بزاف ديال الناس كيسولوني في الخاص علاش كتستعملي هذا المول. هذا المول علاش كنستعملوه لانه ما كيلصقش ليا لي كيك وكيطلع ليا الكيك من اروع ما يكون. على بركه الله. انا غادي نزينها دابا، ما غاديش نخليها حتى تسالي حتى طيب. غنزينها دابا وغنضيف ليها اضافات قلال ملي غتخرج من الفران. بالنسبه لهذا الكيك العافيه تكون مهيله لاقصى درجه، اقصى درجه تكون العافيه مهيله. غادي نزينو والفران ما يتشعلش حتى يتحط الكيك، يعني يتشعل الفران يتحط الكيك. واحد النكهه واحد الرائحه ديال المندرين ما نقولش لكم، جربوه ما غاديش تندموا عليه. بهذا الشكل غادي ندخلو دابا الفران. كما قلت لكم درجه الحراره تكون ضعيفه، يعني تكون قليله، ويتحط الكيك عاد يشعل الفران. كما قلت لكم يتحط الكيك عاد يشعل الفران. دابا غادي ندخلوها الفران ونتلاقى معكم ملي طيب ان شاء الله، ونكملوا ليها باقي التزيين، يعني غير تزيين خفيف غادي نديروا ليها ان شاء الله. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك من بعد ما طاب. كيجي اكثر من رائع بزاف. كنتمنى انكم تجربوه حيت فيه الفيتامين سي بالخصوص. غادي نزينو غير بالشكلاط باش يجيني المذاق ديالو رائع رائع اكثر ما كتصوروا، وبالخصوص انه فيه حبيبات ديال الشكل. واش كنخاف انا؟ كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك من بعد ما طاب، يعني العافيه كانت مهيله واخده الوقت الكافي ديالو باش انه يطيب. غادي نزينو دابا بالشكلاط، خطوطه ديال الشكلاط على بركه الله. على هذا الشكل خطوط ديال الشكلاط عادي. ثقوا بيا كتجي رائعه رائعه هذا الكيك بزاف. واحد النكهه واحد المذاق بالرائحه ديال الفيتامين سي ما نقولش لكم. كنشهيكم باش انكم تنوضوا. من بعد ما ساليت في التزيين ديال الكيك كما كتشوفوا كيجي الشكل ديالها رائع. دابا غادي نقطعها باش انكم تشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها من الداخل على بركه الله. ولكن خليوها تبرد مزيان، يعني تاخذ الوقت ديالها تبرد، وكذلك الطياب كما قلت لكم العافيه تكون مهيله لاقصى درجه. هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا كيفاش كيجي كما كتشوفوا. باقي سخونه ما خليتهاش تبرد. والاهم من هادشي انه كيجي هشيش. كما كتشوفوا هانتوما
الشكل ديالها كيجي رائع رائع، والنكهه ديال الليمون اولا الماندارين كتجي رائعه رائعه بزاف. مشاهدينا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى الوصفه اللي قدمت لكم اليوم انها تعجبكم وتجربوها في ديوركم، وبالخصوص ان هاد لقيته ديال الليمون جربوها ما غتندموش عليها. وما تنساوش لاول مره كيدخل القناه شهوات صباح يتابونوا ويضغط على الجرس باش يوصلوا الجديد ان شاء الله. خليتكم على خير، نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله وفيديو جديد.